في قمة الحضارة الإسلامية، أي في القرن العاشر الميلادي، جانا أبو الطيب المتنبي وقال إن العالم يتمسخر علينا بسبب المستهبلين بالدين، وسأل: أغاية الدين أن تحفوا شواربكم يا أمة ضحكت من جهلها الأمم؟ هذا يوم كنا متربعين على قمة الحضارة، والمتنبي يسخر من المتخلفين باسم الدين. أجل إيش يقول لو جانا وشاف حالنا مع هالبقر اللي يقدسون بول البعير ويستشفوا منه؟ كورونا اللي هالأيام مرتفع مؤشره مو مثل الأسهم السعودية طبعا، واحد من أسبابه هو هذا البعير وبوله. غير المسلمين ضحكوا علينا وقالوا هذا هو دين محمد ومعجزته انه يداوي بول البعير. لعنة الله على اللي خلى كل من هب ودب يسخر من الإسلام. مجموعة من اللصوص والجهلة روجوا البول البعير وعلبوه في علب وباعوه وصار له موزعين في الخليج. قالوا انه يطول شعر الحرمة وينعم شعرها ويمنع سقوطه ويداوي القروح والجروح ويعالج القرع والقشرة. طيب ليش تشربونه؟ على الأقل اعملوه شامبو ما دام مقتنعين فيه. وبعدين قدموا علبتين ملكيتين فاخرتين لخادم الحرمين، تراه شيب وسقط شعره وتعب من صبغه. يعني هالمشايخ ما خلوا لكم إلا الأبوال يضحكون عليكم يا مخفات؟ يعني ما في الدنيا مشروب يعطي طاقة ونشاط وحيوية إلا بول البعير؟ يعني معقولة بول البعير يعالج الكبد والمعدة والقولون العصبي والكلى والسكر وغيرها؟ فضحتونا، الله يفضحكم ويفضح العقول المتخلفة. خليتوا كل واحد طماع في قرشاتكم يضحك عليكم. يعني ما كفاكم أهل السياسة أهل سعود لاعبين بحسبتكم، يجيكم مشايخ ابن سعود يلعبوا بعقولكم ويفجرون شبابكم، والحين اللصوص يلعبون بفلوسكم. هذا الحبيب مستخسر ضياع بول البعير في الصحراء وراح يشرب منه وما بقى إلا يتوضى منه بعد. أنتوا يا شعب يا مسعود، دام هذا حالكم راح يبقى ابن سعود ومشايخته على راسكم إلى يوم الدين، وإذا ثرتوا عليهم يوما من الأيام راح يتهمكم بأنكم شاربين أبوال البعارين وأنكم تحت تأثير مفعولها. لحظة شباب، بارك الله فيكم. إذا عجبتكم الحلقة، إذا عجبكم الفيديو، اعملوا لايك وسبسكرايب واطقع ما تشوفونها لسعود، لا ابوهم لا ابو من جابهم. وحفظكم الله ورعاكم، وانا صفت الشماغ عشان نستخدمه الاسبوع الجاي. بارك الله فيكم يا شباب، نراكم على خير. وأمي رحمة الله عليها ما كانش زمان أمراض السكر فيها الكشف. كانت أمي رحمة الله عليها أقسم بالله كانت تتذوق بول أبي لتعرف نسبة السكر عالي أم منخفض. أمي أنا لذلك كنت أقبلها ليس من رأسها ولا من يديها ولا من خديها، كنت أقبلها من أسفل قدميها. دي المرأة عندنا يا تلاوي. والله إنكم هذا مجلس الخراب المدعو مجلس رئيس مجلس المرأة أو القوم للمرأة، لا، هذا من أول، وأنا نبيت من زمان اغلقوه، ده لا يأتي إلا بالخراب.